إخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا مرحبا بكم في هذا اللقاء هذا اللي غادي يكون فيه دردشة مباشرة، ولكن الفيديو راه مسجل. هاد الطريقة هذه غادي نديروها إن شاء الله أفضل من البث اللي كيكون مباشر، لأن في اللايفات اللي فاتوا كان مشكل ديال الصورة ما كانتش واضحة والصوت كذلك، وكذلك كنبقاو نخرجوا على المحاور ديال الموضوع اللي بغينا نتكلموا عليه بزاف. ففضلت هذه الطريقه هذه، ربما غادي تكون افضل. واحد الاسبوع تقريبا ولا هذا غنبقاو ان شاء الله نديروا اللايف مباشره، حتى هذه الطريقه اللي عجبتكم حتى هي غنستمروا فيها. يعني الفيديو ها هو راه مسجل، فيه المحاور اللي غنتكلموا عليها بواحد الشكل اللي هو مرتب وواضح، ولكن الدردشه مع التسعود راه هي كتكون دردشه اللي هي مباشره. اللي شاف هذا الفيديو هذا من بعد هذا العرض هذا راه ممكن انه يخلي لنا التعليقات ديالو ولا الابتسامات ديالو، غادي نجاوبوا عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الاهميه ديال العقار الفلاحي. كنا تكلمنا على هذا الشيء، ولكن كيفاش الامور القانونيه وكيفاش غادي تجنب واحد المجموعه من المشاكل، وكيفاش غادي تشري الارض الفلاحيه بواحد الطريقه اللي هي صحيحه باش ما تطيحش في المشاكل، وكيفاش غتقدر كذلك تستثمر في هذه الارض الفلاحيه وتربح منها، وكيفاش تعرف المشاكل ديال الماء وديال الجيران وديال بزاف ديال الامور اللي غادي نتكلموا عليها في هذا النقاش اللي غادي يكون مفتوح. وبين ما دخلوا معنا الناس بزاف، بين ما زادوا شويه المشاهدين، غادي نتكلموا في واحد 10 دقائق على المحاور اللي تكلمنا عليها في اللايفات اللي قبل. تكلمنا على الموضوع اللي مهم واللي خص اي واحد كيهتم بالعقار الفلاحي ولا بالاستثمار في المشاريع الفلاحيه ولا في الاراضي الفلاحيه اللي خصو ياخذوا بعين الاعتبار، وهو تحديد الهدف من الشراء ديال الارض الفلاحيه. علاش هذاك الموضوع كنا طرناه؟ لان بكل صراحه، لان الناس تقريبا اللي كنعاشروا معاهم وكنخدموا معاهم تقريبا واحد 80% ولا اكثر ما عارفش راسو علاش باغي يشري هذيك القطعه ديال الارض الفلاحيه. يعني هو كيقلب يشري ارض فلاحيه، ولكن ما عندوش واحد الهدف اللي هو محدد من الشراء ديال الارض الفلاحيه. باغي يدير فيها فيرما، باغي يجهزها، وفي نفس الوقت باغي يدير فيها مشروع، وباغي تدخل ليه واحد، تحقق ليه واحد الدخل، المهم باغي بزاف ديال الحوايج. التحديد ديال الهدف من الارض الفلاحيه هو اللي كيخلي الاختيار ديالك يكون صحيح. والاهداف كاينه 3 ديال الاهداف من الشراء ديال الارض الفلاحيه: اما غادي نشريها باش ندير فيها واحد الفيرما للراحه والاستجمام، ولا باش نجهز التقاعد ديالي طول الله العمر، ولا باش نبقى نخرج في العطله ليها انا والوليدات، يعني باش نرتاح فيها. اما غادي ناخذ واحد الارض فلاحيه باش غادي ندير فيها واحد المشروع اللي هو محدد، واللي كيخصني نكون عارف هذا المشروع هذا شنو هو، ونكون داير ليه واحد الدراسه متكامله باش ناخذ الارض اللي غادي تناسب هذاك المشروع الاستثماري. اما غادي ناخذ هذيك القطعه ديال الارضيه بالهدف انني ندير فيها واحد الفيرما ونجهزها للراحه والاستجمام، وفي نفس الوقت باغي نتحرك فيها شويه وباغي ندير فيها واحد المشروع من المشاريع الفلاحيه الصغرى. ما غاديش دير فيها مشروع فلاحي كبير لانها قطعه ديال الارض كتكون صغيره، يعني انت عينك باغي دير واحد الفيرما باش ترتاح، ولكن في نفس الوقت ما كرهتيش انك تتحرك ودير شي حاجه اللي غادي تلها بها وتدخل لك في نفس الوقت واحد الدخل اللي هو يكون واحد المردوديه اللي تكون محترمه، اللي تغطي لك واحد المجموعه من المصاريف. اذا هذه هي الاهداف اللي كاينه، وكنا فصلناها بواحد الشكل اللي هو واضح. كنا تكلمنا على هذا الشيء بالتفصيل، وتكلمنا كذلك في اللايف اللي ديال البارح تكلمنا على الفرق ما بين العقار ديال المدينه وما بين العقار القروي، وشنو هي التحديات اللي كاينه في المجال الحضاري بالنسبه للمستثمر، ماشي بالنسبه للانسان اللي كيبغي يشري واحد العقار اساسي، ماشي بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على انه يشري واحد الدار فين غادي يسكن. هذاك من طبيعه الحال غادي خصو يقلب على الدار اساسيه في المدينه. حنا كنتكلموا على الناس اللي باغيين يديروا واحد الاستثمار باش يحققوا واحد الدخل اضافي، ولا باغيين يستثمروا في مجال ديال العقار بشكل عام. فالاختيار ديال المدينه ولا صعيب في الوقت الحالي. علاش؟ لان من طبيعه الحال كاين واحد المنافسه، كاينه منافسه اللي هي شرسه في المدينه. كاين المنعشين العقاريين، كاين الشركات الاستثماريه. فملي كتجي انت بواحد راس مال اللي هو متواضع، بواحد البيدجي اللي هو على قد الحال ديال 60 ولا 80 ولا هذا، وكتبغي تاخذ واحد الشقه ولا واحد المحل تجاري ولا واحد البقعه وتبنيها تجهزها وتعاود تبيعها، وليتي كتلقى بان في الوقيته الحاليه هذا راس المال هذا حتى ل 100 مليون ما كيقدر يدير لك حتى شي حاجه، ما كيقدرش يدير لك واحد الاستثمار اللي غادي يخلي لك واحد المردوديه محترمه. يعني غتاخذ واحد الشقه بواحد الثمن اللي هو 80 مليون ولا اكثر ولا اقل ولا 60، وغادي تكريها بواحد 3000 درهم ولا ما واصلاش. كاين المشاكل ديال الكراء، كاين بزاف ديال الامور. اذا هذا راس المال هذا نيت تقدر تمشي الى اتجاه ديال العقار القروي، تقدر انك دير به واحد الاستثمار اللي غادي يكون ان شاء الله ناجح وغادي يكون مربح، ولكن من طبيعه الحال كيخصو يكون استثمار
بالقوام ديالو، ويكون واحد الاستثمار اللي هو مدروس ومتكامل. كاين اللي كياخذ مثلا القطعه ديال الارض فلاحيه وكيجهزها، كيردها فيرما صغيره وكيعاود يبيعها وكيربح فيها ارباح كتقدر توصل حتى ل 50%. وكاين كذلك اللي كيدير مثلا مشروع من المشاريع الفلاحيه الكبرى واللي كتكون شويه عندها واحد التكلفه اللي شويه مرتفعه، ولكن عندها واحد المردوديه اللي طالعه بزاف، خصوصا الا دار المشروع على حقه وطريقه. بطبيعه الحال هذا الشيء راه ما كنتكلموش بواحد الشكل اللي هو عام، ولكن راه كل حاجه من طبيعه الحال عندها الحيثيات ديالها وعندها السلبيات ديالها وعندها الايجابيات ديالها، وموجهه لواحد الناس من طبيعه الحال اللي عندهم القدره على الدخول في هذه المقاوله وفي هذا الاستثمار وفي هذه المشاريع. ماشي اي واحد ممكن انه ينفيستي وانه يدخل في هذه المغامرات وفي هذه التجربه هذه، ولكن كاينه واحد النسبه كبيره، خصوصا دابا المتتبعين ديال القناه والناس اللي عارفين المحتوى ديالنا واللي كيتواصلوا معنا، كاين واحد النسبه كبيره اللي الناس على قد الحال، ناس دراوش، وكذلك الناس ديال الجاليه المغربيه اللي كيبغيو ياخذوا واحد الضيعه فلاحيه ولا واحد الارض فلاحيه صغيره يجهزوها بالهدف ديال انهم كما قلنا يشدوا فيها التقاعد ولا يجيو لها في العطل، وفي نفس الوقت ما كرهوش انهم يديروا فيها واحد المشروع فلاحي اللي هو صغير. المشاريع الفلاحيه الصغرى راه ماشي مشكل، راه عندها واحد التكلفه اللي هي قليله، تكلفه قليله ديال 20,000 درهم ولا 40,000 درهم حتى ل 6 المليون حتى ل 8 المليون، التكلفه اللي هي قليله كيتسمى مشروع فلاحي صغير، وفي نفس الوقت كيقدر يخلي كما قلنا واحد المردوديه اللي هي محترمه. اذا هذا الشيء اللي كنا تطرقنا ليه قبل. اليوم غادي نتوسعوا شويه في النقاش، غادي تكون كما قلنا الدردشه بواحد الشكل اللي هو مباشر، اللي بغى يخلينا الراي ديالو ولا يتناقش معنا في الموضوع ماشي مشكل، غير هو حنا واحد المساله حنا ما كنتجادلوش، لان شنو هو الجدال؟ الجدال هو النقاش العقيم، هو شكون اللي غادي يغلب. فانا من الطبيعه ديالي ما كنناقش لاجل شكون اللي غادي يغلب، وانما فقط حنا كنناقشوا، يعني النقاش هو ان كنحاولوا نوصلوا الفكره، هذيك المعرفه اللي عندي والمعلومات المتواضعه اللي عندي كنحاول نشاركها معك، كنحاول نوصلها لك بواحد الطريقه اللي هي سلسه، واحد الطريقه اللي هي فيها بكامل الصدق يعني وبكامل الاخلاص. ولكن الا كانت غلطه فممكن انك تناقشني فيها، وممكن انني نقتنع، وممكن انني نتنازل، وممكن انني مثلا نبدل الافكار ديالي ونطور من المعارف ديالي. ولكن شنو هو الجدال العقيم؟ هو ملي كنبقاو نناقشوا كنشوفوا شكون اللي غادي يغلب، وكنحوروا هذاك النقاش لواحد الصراع، يعني بحال الحلبه ديال الصراع. هادشي كيوقع بزاف ملي كتبقى تطلع لك واحد المجموعه من التعاليق اللي كتحس بان صاحب هذيك التعاليق باغي يدخل معك في واحد الجدال. فالجدال حنا ما عندنا ما نديروا به، لان اصلا المحتوى ديال القناه هو محتوى هادف، محتوى بغينا نجمعوا فيه واحد الفئه ديال الناس اللي مهتمه بالاستثمار في العقار بشكل عام، واللي مهتمه بالاستثمار في العقار الفلاحي وفي الاراضي الفلاحيه والمشاريع الفلاحيه بشكل خاص. اذا نتمنى ان هذه المقدمه هذه تكون واضحه، نكون وضحنا فيها الصوره وعطينا فيها واحد الفكره عامه على المحاور اللي غادي نقدروا نبقاو نناقشوا ان شاء الله في هذه اللقاءات المباشره مع التسعود. كما قلنا دابا هذا راه كيتسمى عرض اول. العرض الاول هو كتكون فيه الدردشه بواحد الشكل اللي هو مباشر، ولكن الفيديو راه كيكون مسجل، ما كيكونش مباشر. من هنا لقدام ان شاء الله راه غادي نديروا اللايفات اللي غادي تكون مباشره، وحتى هذا النوع هذا هكا ديال البث حتى هو راه عنده الايجابيات ديالو. اذا الاخوان مرحبا بكم، مرحبا بالجميع اللي حاضرين معنا. الفكره ديال اليوم فكره موسعه اكثر، فكره كتهم بزاف ديال الناس اللي كيهتموا بالشراء ديال الاراضي، وكاين اللي كيطيح في واحد المجموعه من المشاكل لانه ما كيعرفش من طبيعه الحال شنو هي الامور اللي خصو يرد معها البال، وما كيعرفش كيفاش غادي ياخذ هذا العقار الفلاحي بواحد الطريقه اللي هي صحيحه وسليمه. واحد السيد تواصل معايا الله يجازيه بخير، صيفط لي ميساج البارح وفكرني في واحد النقطه اللي هي اساسيه، واحد المساله ديال الا كان معنا في التعليقات، الا كان معنا اليوم في الشاط مرحبا به. خلى لي واحد الميساج وضح لي واحد المساله اللي هي مهمه، المساله ديال المهندس. فقال لي بانهم مشاو يشريو شي ارض فلاحيه، من داو الطوبوغراف داو المهندس لقاو بانها ماشي هي اللي في الشهاده الملكيه. وهذا الشيء راه وقع بزاف ديال الناس، راه كيوقع لهم الناس في المدينه. شحال واحد كيمشي كيشوف مثلا شي بقعه ولا شي حاجه، ملي كيمشي يتكاتب وكيساري كيلقى راسو بانه راه شاري واحد البقعه اخرى، يعني ماشي هذيك البقعه اللي مشى شاف ولا اللي وراه السمسار. شنو هو الحل في هذه المساله هذه بالنسبه للاراضي الفلاحيه؟ ماشي ضروري غادي تخرج المهندس يدي حتى الارض الفلاحيه. الا شتي شي ارض فلاحيه وعجباتك غادي تاخذ التيتر ديالها، الرقم ديال التيتر ديالها، وغتمشي عند شي مهندس بريفي، تمشي عنده غادي تعطيه هذاك النيميرو ديال التيتر، وغادي تقول ليه وريني هذه الارض هذه فين جات. راه غادي يدخل وغيجبد لك هذيك الارض، غيجبدها لك البلان، وغادي يعطيك لوكاليزاسيون ديالها، وغادي تتاكد منها واش هي ولا ماشي هي، بلا ما عاد يديبلاصا ويمشي يتحرك معاك حتى لعين المكان. راه غا تما في البيسي كيدخل
وكيعطيك من هذاك التيتر كيعطيك الاحداثيات ديال الارض فين جات، وكيعطيك لوكاليزاسيون ديالها، وكتمشي وكتعرفها بانها راه هي نيت اللي شفتي، اللي وراك السمسار ولا اللي وراك الوسيط ولا اللي وراك حتى صاحب الارض. يعني ما كتثق حتى شي واحد، كتمشي كتاكد من هذاك التيتر اللي غادي تشري واش هو هذيك القطعه ديال الارض اللي شتي. راه ممكن انك تشري واحد القطعه ديال الارض على الطريق وتكون عاجباك وتكاتب وتسالي، في الاخر ملي تمشي تلقى راسك شاري واحد القطعه اللي جات اللور، اللي جات مور هذيك القطعه اللي شفتي. هنايا شحال من واحد كيقول لي لا هذا الدور ديال النوطير ولا ديال الموثق ولا ديال العدول. الموثق ولا العدول ما عندوش علاقه بهذا الشيء، لان كيسولك كيقول لك واش شفتي الارض، لانه هو ما خرجش معاك للتيران وما مشاش معاك وما كيتحملش هو المسؤوليه في هذا الشيء. هو كيسولك كيقول لك هذه الملكيه هذه اللي جبتي لي باش نكتب لك عليها مع السيد العقد ديال البيع، فانت واش شفتيها، واش درتي لها المعاينه. اذا قلتي لي راني شفتها، فانت اللي كتحمل من طبيعه الحال المسؤوليه. اللي غادي يعطيك التحقيق ديال هذيك الارض واش هي اللي في الملكيه هو المهندس كما قلنا غير بريفي، كتمشي عنده وكتحيد عليك هاد الاحتماليه ديال انك تطيح في هذا المشكل اللي هو مشكل كبير بزاف، وقعوا الناس بزاف ديال الامور اللي بحال ما هكذا. هذه الفكره نتمنى اننا نتجاوزوها وان الانسان ياخذها بعين الاعتبار. وراه ماشي شي حاجه ملي كنتكلموا على هذا الشيء، راه شحال من واحد دابا كيبان لي هذا الشيء راه بسيط، راه الا كنتي انت عارف، راه بزاف ديال الناس ما عارفينش بزاف ديال الامور اللي كتكون بسيطه كيعتقدوا الناس بانها راه من البديهيات، راه مازال الناس كيطيحوا فيها، راه اخطاء كيطيحوا فيها الناس. على سبيل المثال العربون مثلا، كيجي الانسان كتعجبو شي ارض فلاحيه ولا كتعجبو شي عقار كما بغى يكون النوع ديالو، كيعطي العربون لصاحب هذاك العقار. مثلا كيقول ليه الا بغيت نعرفك راك شاري، هاد الشقه ولا هاد الارض ولا هاد المحل التجاري ولا هاد الضيعه الفلاحيه، فخاصك تعطيني العربون باش نعرفك راه شاري من عندي، باش الا جا عندي شي واحد ما نبيعش ليه. فانت بينك وبينه يقدر يكون معكم الوسيط، يقدر ما يكون معكم حتى شي واحد، كتجبد واحد العربون واحد 10000 درهم ولا 20000 درهم ولا اكثر، وكتعطيها ليه بينك وبينه، وكتقول ليه صافي حتى رجع عندك من هنا واحد السيمانه ولا هذا تكون وجدتي الوريقات، وغنتلاقاو عند النوطير عند الموثق وغادي نكملوا البيعه والشريه. هذا راه خطا وخطا كبير، لان العربون راه كنا درنا مجموعه من الفيديوهات تكلمنا عليها في هذه المسائل هذه. هو العربون كيخصو يتعطى عند الموثق، كنمشيو عند الموثق من بعد ما كنتفاهم مع السيد وكيجيب الشهاده الملكيه ديالو، كنمشيو عند الموثق وكنحط ليه هذاك العربون، كنحطوا ليه كافونس. الموثق هو اللي كيتكلف به، ماشي بالضروره ندير معاه واحد الكومبرومي دو فونت، ماشي بالضروره الا مشيت معاه عند الموثق وعطيته هذاك لافونس غادي نديرو كومبرومي دو فونت. الا كنت ما غنتعطلش، الا كانت عندي واحد السيمانه ولا هذا وغادي نرجع نكمل مع السيد، فما غاديش نحتاج انني ندير معاه كومبرومي دو فونت، وانما كنعطيه هذاك افونس وكنوقع معاه شي التزام ولا شي حاجه. الموثق هو اللي كيتكلف بهذا الشيء، وكنمشي كنبريباري راسي، كنوجد الفلوس ديالي ونوجد المسائل ديالي، وهو كذلك كيوجد الوريقات ديالو، وكنتلاقاو باش كنكملوا باش كنديروا البيع النهائي. هذه في الحاله ديال لا بغيتي تعطي العربون. تقدر انك تشري، راه بزاف ديال الناس دابا راه ولاو كيديروا هذه الطريقه، ولا كيشري الانسان بلا ما يعطي لا عربون لا والو. علاش؟ لان الارزاق بيد الله والخير فيما اختاره الله. راه ماشي ضروري باش نعرفك انا راه شاري غتعطي العربون. راه واخا تعجبك مثلا واحد القطعه ديال الارض، كدوز الكلمه مع السيد وكتفاهم معاه على الثمن، وكتقول لي غادي تجيب لي الشهاده ديال الملكيه وتجيب لي الوريقات ديالها، وغنتلاقاو نهار ويفلاني عند الموثق. ماشي بالضروره تعطيه العربون، وانما حتى لهذاك الموعد تلاقى معاه عند الموثق ودير معاه نيشان البيع. لا داعي من العربون، الا مكتبها لك في الرزق راه غتبقى، الا ما مكتبهاش راه غادي تمشي غادي يديها اللي مكتبها ليه، لان هاد الامور هذه عندها علاقه بالارزاق، وكل واحد كيدي الرزق اللي مقسم ليه الله. اذا الاخوان نتمنى ان الامور تكون واضحه وتمشي في المنحى اللي حنا بغينا كاملين. شنو بغينا حنا؟ بغينا اننا نوصلوا كما قلنا المعلومه، بغينا نخلقوا واحد المحتوى اللي فيه الافاده للجميع. هذا الشيء جا طلبا وجا نزولا عند مجموعه من الناس اللي كيتواصلوا معنا في الخاص، كيتواصلوا معنا في الواتساب. حنا واخا الهدف ديالنا بطبيعه الحال هو تسويق العقارات والحصول على عملاء محتملين ويتعاملوا معنا الناس ويشريوا العقارات على يدينا، هذا هو الهدف ديالنا الاول، هدف حق مشروع هذا، لان اصلا هذا هو الدومين ديالنا اللي كنشتغلوا فيه. ولكن بالموازاه مع هذا الشيء كنشاهدوا كاين بزاف ديال الامور اللي خافيه على الناس. بغينا من خلال هذا المحتوى هذا ان ما تبقى حتى حاجه مخبيه، وان الناس اللي كيهتموا بهذا العقار الفلاحي يكونوا عارفين واحد المجموعه من الامور اللي مازال قليل اللي عارفها. صراحه مازال قليل ديال الناس اللي عارفين هذا الشيء. على سبيل المثال ان الانسان دابا ملي كيبغي مثلا يشري شي ارض فلاحيه، كاين المشكل ديال الماء، خصوصا دابا مع التوالي ديال السنوات ديال الجفاف، فقليل اللي كيعرف كيفاش غيتجنب هذه المشاكل ديال الماء، وغادي يعرف فعلا واش الارض الفلاحيه فيها الماء الكافي ولا لا. كاين بزاف ديال الناس دابا كيلقى الارض الفلاحيه فيها البير، يعني الشرط الوحيد اللي عنده هو ان الارض الفلاحيه يكون فيها البير.
فإلا لقى فيها البير ولاح هذاك الدلو ولا هذاك السطل وخرج ليه عامر بالماء، فصافي كيقول راني لقيت الارض اللي هي فيها الماء الكافي. ماشي هاد الطريقه هذه باش كنعرفوا الارض واش فيها الماء ولا لا. هادشي غادي نفصلوه ان شاء الله في هاد اللقاء هذا، غادي نفصلوا هاد الامور هذه كامله. ولكن قبل بغيت نشير واحد المجموعه من النقاط اللي هي اساسيه. كما قلنا اهم نقطه واللي كنا تكلمنا عليها قبل هي خاصك تحدد الهدف من الارض الفلاحيه وتكون عارف راسك شنو بغيتي تشري. ثانيا خاصك تحدد البيدجي ديالك، خاصك تحدد هذاك راس المال ديالك واش باغي تشري. راه هادشي اللي كنتكلم راه كما قلت لكم، الا كانت واحد الفئه فاهمه هاد الهضره وما عندها ما دير بها، راه كاينه في المقابل كاينه واحد الفئه كبيره اللي كطيح في هاد الاخطاء هادي. هادشي حنا ما جبناش من فراغ، راه جبناه من الواقع. راه تصور كيعيط عليك الانسان، كيتصل معك واحد الانسان كيقول لك قلب لي على الارض، ملي كتقول ليه شري شحال شنو هي المواصفات ديالك، كتلقاه ما عارفش المواصفات ديال الارض اللي بغا. كتحاول تساعده، كتحاول تناقش معاه باش تقرب الصوره ليك انت وليه هو، وباش توضح الامور. كتلقى السيد راه مرفوع ما عرف حتى شي حاجه، كيقول بغيت انا ارض فلاحيه، ما عارفش لا فين باغي يشري، ما عارفش لا الشكل ديال هذه الارض اللي غيشري، ما عارفش حتى المساحه ديال هذه الارض اللي باغي يشري، ما عندوش واحد التصور على هذيك الارض اللي باغي يشري. ثانيا كتقول ليه شنو هو البيدجي ديالك، كاين اللي كيتقلق كاع من هذا السؤال، كاين اللي كتسولو كتقول ليه شحال تشري في البيدجي ديالك، فما كيقبلش منك هذا السؤال هذا، كيقول لك لا غالقه لي الارض ويكون الخير. في هذه الحاله هذه اما غادي تحاول تشرح ليه، الا فهم راه غتستمر معاه، الا ما فهمش راه كتقول ليه يكون الخير وكتخليه. علاش؟ لان ما غيمكنش نخدم معاك انا وانت ما عارفش شحال الجهد ديالك، ما عندكش واحد البيدجي، ما عندكش واحد التصور. واخا تكون لاباس عليك، واخا تكون ملياردير، الا بغيتي تشري واحد العقار ولا واحد القطعه ديال الارض فلاحيه، كيخصك تعطيني شحال البيدجي ديالك، يعني شحال التصور ديالك وشحال الجهد ديالك باش باغي تستثمر وباش باغي تشري هذيك الارض ولا هذيك الفيرما. فما تقولش لي قول لي شنو عندك. شحال من واحد دابا الله يهدي ما خلق كيقول قول لي شنو عندي، قول لي هذاك الشيء اللي عندك قولوا لي، هذاك الشيء اللي عندك صيفطوا لي. انا غادي نجي عندك نهار السبت ولا غنجي عندك نهار الاحد، غنجي عندك مع الصباح باش نديرو قدامنا الوقت وغادي توريني هذاك الشيء اللي عندك. راه ماشي بهذه الطريقه هذه، الله يجازيكم بخير، ماشي بهذه الطريقه كنتفاهموا. الانسان كيخصو يبسط الامور وتكون عنده الامور هو بينه وبين راسو تكون عنده واضحه. الا وضحات لك الامور انت، وضح لك التصور وكنتي عارف راسك شنو بغيتي، وكنتي محدد السعر باش غادي تقدر تشري، المتوسط باش غادي تقدر تشري، ومحدد الاهداف ديالك شنو غادي دير في هذاك العقار وفي هذاك الاستثمار ولا في هذيك الارض الفلاحيه، فهنا كتسهل الامور عليك انت اولا، كتسهل الامور عليك انت اولا. ثانيا كتسهل الامور على الناس اللي غادي يخدموا معك، سواء كانوا وسطاء عقاريين، سواء كانوا ناس من العائله ديالك ولا ناس اللي كتوصيهم ولا اي واحد كتعامل معاه، راه كتسهل الامور عليك انت وعليه هوايا. فاللي كيجي وكيبقى يقلب من الطرف وكيبقى مثلا ما عارفش راسو شنو باغي، هذاك راه في الغالب ما كيشريش، في الغالب ما كيشريش. وفي الغالب الا شرا فهو كيدير واحد الشريه اللي ماشي هي هذيك، واحد الشريه اللي كيكونوا فيها واحد المجموعه من المشاكل، وكتلقاه كيضرب واحد العام ولا عامين كيقلب انه يبيع هذيك الارض الفلاحيه ولا هذيك الفيرما، لانه اصلا ما واضح شيء مع راسو، ما عارف راسو علاش باغي هذيك الارض الفلاحيه. اي حاجه كنبغيو نستثمروا فيها فكيخصنا نكونوا عارفين الاجابه على هذا السؤال هذا ديال شنو غادي نديروا فيها. وكاين واحد السؤال اخر اهم حتى هو بكثير، ماشي غير شنو غادي نديروا فيها، واش غادي نقدوا على هذاك الشيء اللي غادي نديروا في هذيك الفيرما. الفيرما راه ماشي سهله، حنا ما كنخوفوش الناس ولا كنهربوهم من الارض الفلاحيه ولا انهم يستثمروا في العقار الفلاحي، بالعكس حنا كنشجعوا الناس يستثمروا في العقار الفلاحي، ولكن كنوضحوا لك الصوره، كنوضحوا لك الحقيقه. على سبيل المثال واحد الانسان اللي هو مثلا كابر في المدينه وعايش في المدينه وخدام في المدينه، وكيجي عنده مثلا واحد 30 مليون ما باغيش يفوتها ولا 40 مليون، فكيقلب كيوصي كيقول انا ما عنديش مشكل، فين ما كانت هذه الارض غادي ناخذها. يعني الا جيتي وعطيتيه الارض فلاحيه بعيده على تيفلت في سبيل المثال بواحد 40 كيلومتر في النواحي ديال، ما غاديش نذكروا المناطق بالضبط، المهم شي منطقه اللي هي بعيده على تيفلت، جهه المعازيز وشي بلاصه اللي بعيده، غايقول لك غنشريها واخا رخيصه. ولكن هذيك الارض اللي غادي تشريها انت واخا رخيصه راه فيها واحد المجموعه من المعطيات اللي ما غاديش تخليك انك تستمر فيها، ما غتخليك دير فيها حتى شي حاجه. انت في الاول غتفرح لان الثمن غيعجبك، الثمن رخيص غادي يعجبك، والارض غتكون محفظه وما غيكونوش فيها مشاكل من الناحيه القانونيه ولا هذا، ولكن ما غتقدرش تستمر فيها. علاش ما غتستمرش فيها؟ لان بعيده عليك، لانك انت كتعيش في المدينه كما قلنا وكبرتي في المدينه. فاول تفكير كيخصو يكون عندك واش هاد الارض فلاحيه بغيتها باش نستثمر فيها، واش عندي شي مشروع باغي نديرو، ماشي مشكل واخا خديتها بعيده. ولكن الا باغيها مثلا باش نبقى نخرج ليها وباش نتنزه وباش ندير واحد الفيرما اللي هي صغيره، ففي هذه الحاله هذه كيخصك تفكر في هذا المشكل هذا ديال البعد، ما خصهاش تكون بعيده، خصها تكون قريبه.
اضافه لانها خاصها تكون كما كنقولوا ديما وسط واحد الدوار، وحداها الجيران وحداها الفيلاج ولا المدينه اللي فيهم المرافق الاساسيه، باش حتى الا درتي فيها شي امور اللي كتستدعي انك تقابلها فكيخصك تكون قريب باش تطلع عليها. راه واحد العدد كبير، ديال الناس اللي عندهم الفارم كيبيعوهم بهذا السبب. هذا السبب هو انه ما بقاش قادر يوصل لهذيك الفيرما، ولا عيا ولا مل من هذيك الطريق. ومن بعد ما كان كيتمنى، من بعد ما كان الانسان كيتمنى انه يشري ارض فلاحيه باش يعيش فيها وباش يرتاح، كيولي يحس بواحد العبء. يعني كيحس بان هذيك الضيعه الفلاحيه ولات كتشكل واحد العبء عليه، شي حاجه اللي ولات كتثقل عليه، ولات كتستنزفو لا طاقيا، لا الطاقه ديالو كتستنزف تما، لا ماديا. شحال من واحد دابا كيولي كيغرق في هذيك الارض الفلاحيه وفي هذيك الفيرما، وكيولي يخسر، كيولي يصرف على شي حوايج اللي هو ما باغيهاش. يعني كتولي هذيك الضيعه الفلاحيه اللي كان كيتمنى انه غيرتاح فيها، كتولي كتستنزف الطاقه ديالو، كتستنزف الجيب ديالو، وهو شد التقاعد ديالو ولا كبر في السن ولا هذا، وما كانش هذيك هي الاحلام ديالو. كتلقى على سبيل المثال كتلقاه مثلا دخل في شراكات مع الناس ديال الباديه، كتلقاه مثلا دخل داير مع عباد الله الغنم، داير معاهم البقر في هذاك الكوري، داير الشركه مع عباد الله، داير شي حوايج اللي ما قادش عليها، داير مثلا غير اللي قال لي شي حاجه كيديرها. اي حاجه درتيها كيخصك تكون عندك القدره عليها، تكون عندك الطاقه عليها، وتكون عندك الاستعداد انك تقابلها. ما تكونش عندك الفكره ديال غادي ندير الخدام ولا غادي ندير العساس وهو اللي غادي يقابل لي. هذا الشيء راه ما كاينش، راه ما احك جلدك مثل ظفورك. هذا الشيء راه كنقولوه ديما. الا غادي دير شي حاجه خاصك تكون حاكمها وتكون قاد عليها وتكون متفرغ ليها وعندك الوقت ليها. حنا كنتكلموا مع الناس اللي كيجيو بهذه الفكره، بهذا الهدف ديال انه غادي يدير واحد الضيعه فلاحيه باش يرتاح، وشويه كيلقى راسو كيلقى هاد الارض اللي شرا كيلقاها حولها الى مشروع فلاحي اللي هو يقدر يكون مشروع فلاحي كبير. يعني ولا داخل السيد في كوري كبير، ولا داخل في واحد المشروع اللي غيدير ليه واحد راس مال اللي هو كبير، ولا داخل في واحد الاستثمار اللي هو صحيح ويقدر يهز الكريدي كاع عليه وما عارفش راسو فين غادي. لذا خاص تحديد الهدف كما قلنا من الاول، هو اللي غادي يساعدك في هذا الاختيار هذا باش يكون اختيار صحيح وسليم. المهم سمحوا لي لك شويه كنزرب في الهضره، ولكن كنحاول انني نوضح الفكره باش، لان هذا الشيء راه حنا كنشوفوه بواحد الشكل اللي هو يومي. راه بزاف ديال الناس دابا كيتواصلوا معنا كما قلنا قبيله، كيقول لك اعطيني هذاك الشيء اللي عندك. اللي كيقول لك اعطيني هذاك الشيء اللي عندك يعني ما عارفش راسو شنو بغى. كتقول ليه اودي اشري، سير شوف راسك شنو بغيتي، واش بغيتي قطعه ديال الارض اللي هي صغيره، واش بغيتيها كبيره، شنو بغيتي دير فيها بعدا، شنو هو الاحلام ديالك، شنو هي الطموحات ديالك في هذه الارض الفلاحيه. الا قال لك اودي انا راني فلاح ولا راني مستثمر ولا راه عندي مثلا مع هذا النوع ديال الفلاحه ولا بغيت ندير هذا المشروع، راه محتاج شي ارض اللي هي كبيره ومحتاج هذا كتعرفوا راه عارف شنو باغي، كتقول ليه مرحبا، كتوجد ليه هذاك الشيء اللي بغا وكتلاقى معاه. الا قال لك اودي انا راني غير متقاعد على قد الحال، ولا راه غندخل مثلا فرنسا ما بقى ليا والو، غادي نجي باغي شي ارض اللي غادي نجهزها ونديرها مثلا للتقاعد فين غادي نرتاح وفين غنريح مع راسي، ما عندي ما ندير لا بمشاريع لا والو، كتقول ليه مرحبا راه كاين شنو غادي نعطيك. ولكن اللي ما واضحاش ليه الصوره كيدير راسو هو تماره وكيدير لك حتى نتايا واحد النوع ديال المجهود اللي هو اضافي. هذا من ناحيه ديال الامور ديال الشراء ديال الارض الفلاحيه. هادشي اللي بغينا نناقشوه شويه ونتوسعوا فيه اليوم، الامور القانونيه ديال الشهاده ديال الملكيه وهادشي ديال التسجيل وديال التحفيظ وديال هذا. ففي الوقت الحالي هادشي راه كنقولوه ديما للناس اللي كنعرفوهم وكنتعاملوا معاهم، كيكون مثلا شاف شي اعلان ديال شي ارض ولا شي حاجه وكيجي على اساس غادي يشريها، ولكن من كيطالع على الورقات كيقول بان لقيتها شهاده ملكيه، لقيتها بانها ملكيه عدليه، وراه قالوا لي بان راه غادي نكتبها عند العدول وراه ما فيها لا مشكل لا والو، راه الورثه غادي يجيو وراه هذوك الناس اللي تما غيجيبوا لي اصل الملك وغيتكاتبوا معايا عند العدول، وراه مشيت سولت العدول وراه قال لي العدول راه ما كاين لا مشاكل لا والو. فمازال بزاف ديال الناس كيهضروا بهذا الاسلوب هذا. باش ما ندخلش حنا في جدالات مع حتى شي واحد، الشهاده ديال الملكيه هي شهاده مقبوله، شهاده اللي هي سليمه 100%. الشهاده ديال الملكيه العدليه ممكن انك تشريها ما عندك حتى شي مشكل، ولكن باش غادي تشري واحد الشهاده اللي هي ملكيه عدليه كيخصك ترد البال مع واحد المجموعه من الامور، وكيخصك تريت في الشراء ديال الشهاده الملكيه. كيخصك تقلب مزيان وتكون مستعد انك تواجه واحد المجموعه من الامور. على سبيل المثال الشهاده ديال الملكيه الا فيها الوراثه، كيخصك تاكد من ان هذيك الاراثه وهذوك الناس اللي في الاراثه هما اللي كيوقعوا معك. الا كان غير شي واحد ناقص ولا شي حاجه راه مشكله. وكيخصك كذلك تاكد من المشاكل ديال الحدود،
لان في الغالب هاد الشواهد ديال الملكيه كيكون فيهم نقاشات مع الجيران على الحدود. والغريب في الامر باش نوضحوا واحد النقطه اللي هي مهمه، ان السيد اللي كيبيع ليك ما كيكونش داخل في نقاش مع الجيران ديالو، بحكم انه جارهم وقديم معاهم، فكتكون الامور طيبه بيناتهم، كيكون عنده حتى شي مشكل، كيكون عايش مع الجيران ديالو السمن على عسل، حاط الحجرات ديالو، باين مثلا هو الارض ديالو فين، وملي كيبغي يبيعها لك كيوريك، كيقول لك ها هي الحجره عندي هنا، ها الحد عندي هنا، ها الحد عندي هنا، هذه الارض ديالي، عندي واحد الهكتار هنا ولا 2 هكتارات ولا 4، ها هما الحدود ديالو، كيبيع لك ما عنده حتى شي مشكل. حتى الجيران ملي كيشوفوه كيبيع ما كيهضروا ما كيقولوا حتى شي حاجه. ولكن انت ملي كتشري لانك براني، فبمجرد ما كتشري وكتجيب هذاك المهندس باش غادي تعبر وغادي دير البورنيات الارض ديالك، هنا كيجيو الجيران ديالك، هذوك الجيران اللي كانوا كيتفرجوا من البعيد وما هضروش، هذا الشيء راه واقع. الله يجازيكم بخير، راه ما كنعاودش لكم شي حاجه من الفراغ، هذا الشيء اللي كنقولوا راه كله واقع وكنشوفوا تقريبا بشكل يومي، الا ما شفتوش راه كنسمعوا. واخا هاد الحالات هادو راه حنا شفناهم وعشنا فيهم شحال من مره. دابا حاليا راه ما كنخدمش انا على الشهاده الملكيه، كنخدمها على المحافظه، وما كنخدمش حتى على المطلب. واخا يجيب لي واحد الانسان واحد العقار اللي هو مطلب، لان المطلب في طور التحفيظ، راه بحكم الشهاده ديال الملكيه عدليه ما كاينش فرق بيناتهم. كنخدم على الارض اللي هي تيتر فونسي، يعني تحفظات وسالات، باش كنتجنبوا هاد المشاكل كامله. ملي كيجي الانسان باش يعبر الارض ديالو، كيجي هذاك الجار اللي كان كيتفرج فيه وكيشوفو ديما كيجي تمايا، كيجي كيقول لي اش شري، فاش كدير؟ هو كيقول لي راني كنعبر البلاد اللي شريت من عند جارك. هو كيقول لي زيد شويه ليه، راه الحد الاصلي راه ماشي هنايا، راه الوالد الله يرحمه راه كان هنا، راه كانت عنده هنا واحد الجرده، راه غا جارنا كنسامح ليه وكنخلاه، وكانوا بيناتهم كانوا صحاب ولا كانوا ولاد العم، وكنسامح ليه وكنخليه داير هنايا الحد. ولكن راه جدي راه كان عنده واحد الشعبه لهيه كان غارس فيها القرعه، حيدها ليه انت من فمو، كيبدا يتزاحم معاك ويقول لك غادي ترجع لهيه، الا غادي نعاودوا العبار، غنجيبوا مهندس اخر، وكتدخل في واحد النقاشات اللي ما غاديش تعرف ليها انت، وكتدخل في واحد الصراع وفي واحد الجدال. هذا هو الجدال هو اللي ما غيوصلكش للنتيجه، كتدخل في واحد الجدال اللي انت فغينا عليه. وكاين واحد المشكل كبير، الا مشى المهندس حط لك العبار، الا مشى المهندس اللي جدي حط لك العبار ديال الارض مختلف مع ديك الشهاده ديال الملكيه اللي شريتي، فهذيك الارض ما عمرك غتدخلها للمحافظه. كيخص ضروري هذيك المساحه اللي غادي يعطيك المهندس كيخصها تكون قدها قد الشهاده ديال الملكيه اللي شريتي وقد اصل الملك. الا مثلا شريتي ماشي قد اصل الملك، قد الشهاده الملكيه اللي شريتي، اصل الملك بوحدو غنتكلموا عليه بوحدو. يعني مثلا لنفرض شريتي هكتار ولا 2 هكتارات، شريتي 13000 متر، شريتي هكتار و3 د الخدامه، وجدتي المهندس وعبر لك ولقى لك هكتار و4 د الخدامه، انت كتفرح كتقول راه ماشي مشكل، كتقول راه عندي خدام ديال الارض زايد، يعني انت شريتي الملكيه كتقول عندي خدام ديال الارض زايد. كيصايب لك المهندس هذاك البلان، ملي كتمشي كتدخل المحافظه، كتبغي تدخل هذيك الارض المحافظه، وكدير هذاك البلان فيه المساحه زايده مختلفه على الشهاده الملكيه، وكدير المطلب، كتصايب المطلب ديالك في المحافظه باش تحفظ لك هذيك الارض، كتبقى حاصله لك هذيك الارض تما، ما كتحفظش وما كيخرج لك الشهاده المحافظه. ملي كتمشي تسول كيقول لك خصك دير اعاده الطلب ودير اعاده العبار، ويخرجوا معاك لي كاداستر ويعبروا معاك هذيك الارض ويشوفوا هذاك الخدام اللي زايد كي غادي دير ليه. المهم كاينه مشاكل تما، كاين طلع وهبط وكاين كلشي. ودابا داخله الوكاله الحضاريه، يعني هاد الامور كامله ملي كتصايب هاد الدوسي هذا ديال التحفيظ وهذا كيدوز حتى الوكاله الحضاريه. اذا باش تجنب هاد المشاكل كامله غادي تجيب مهندس خصو يعبر لك هذاك الشيء اللي عندك في الشهاده الملكيه اللي شريتي. الا عندك واحد الخدام زايد، نصيحه من عندي انا، وبغيتي تحفظ هذيك الارض غير سمح فيه، ما عندك ما دير فيه، عبر انت هذيك الارض، عبر هذاك الشيء اللي عندك في الملكيه عبرو، كيما عندك الشهاده الملكيه خرج البلان باش كتمشي بالوريقات ديالك ناضي للمحافظه وكيخرج لك الشهاده ديال المحافظه. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي قلنا ديال المشاكل ديال الملكيه، هو انه على سبيل المثال هذا المشكل ديال الجيران واللي صعيب واللي كاين بزاف، كيشكل واحد 90% من المشاكل اللي كاينه في الاراضي اللي هي ملكيه عدليه، لان الارض ما كتكونش موضحه، ما كتكونش محفظه، فما كتكونش عندها واحد الحدود اللي هي رسميه. راه شحال من واحد دابا غادي يقول لي الا بغى يبيع لي، راه كاين واحد السيد بغى يبيع لي شهاده الملكيه والارض ديالو راه مبينها، راه داير ليها السلك وداير ليها العواد، راه باينه الحدود. واخا تكون الحدود باينه، منين غتشري هذاك الجار الا كان شي واحد اللي هو خايب غادي يتسيف عليك وغايجي يتناقش معاك على الحدود، غايقول لك راه هذا الحد هذا راه زايد، راه كان قديم، عندنا فيه مشكل. خصوصا الا كان حتى هو عنده ملكيه عدليه، الا كانوا حتى الجيران اللي عندك حتى هما عندهم ملكيه عدليه. كاين واحد الحاله الا كانوا الجيران اللي دايرين بالكامل محفظين، هاد الحاله هذه راه القضيه شويه سهله، لان راه الحد عندهم هما باين،
هادو فين غادي يزيدوا؟ انت كتجي كتشري هذيك الارض ديالك الوسط، راه بحكم ديال تقريبا حتى هي بحال محفظه، حتى هي المساحه ديالها كتكون واضحه وباينه. كاين المشكل ديال الورثه، المشكل ديال الورثه في الشواهد ديال الملكيه. كاين المشكل ديال الشياع، راه شحال من واحد دابا كيشري على الشياع وما عارفش راسو راه شرا على الشياع. شحال من واحد كيشري وراه داخل على الشياع وما عارفش راسو راه شاري على الشياع. نعطيكم واحد المثال بسيط. كيمشي الانسان مثلا كيقولوا ليه غادي نبيعوا لك واحد الهكتار، غادي نبيعوا لك واحد الطرف ديال الارض، واحد 5 الخدامه ولا 6 الخدامه. كيشريها من عند شي واحد، كيقول ليه كيف تفاهم معاه، كيقول ليه واش انت صاحب الارض، كيقول ليه انا صاحب الارض، كيقول ليه فين جات هاد 5 الخدامه، كيرسمها ليه، كيقول ليه ها هي فين جات، ها هي مدور عليها انا الحد وحاط عليها الحجرات وحاط عليها كل شيء. ايوا كيقول ليه واش عندها الشهاده الملكيه، كيقول ليه ها هي الشهاده الملكيه. الشهاده الملكيه فيها 2 الهكتارات، فيها 2 الهكتارات وفيها الورثه. الشهاده ديال الملكيه فيها 2 الهكتارات وفيها الورثه، ومن ضمن هذوك الورثه كاين هذاك الوارث اللي كيبيع هذاك 5 الخدامه، الجزء ديالو هذاك عايش فيهم باغي يبيعهم. كيقول لك انا كنبيع لك هنا، وكتقول لي هذه الملكيه راه ما فيها، راه فيها الورثه وراه فيها 2 ديال الهكتارات. كيقول لي انا كنبيع لك غير الجزء ديالي، راه غتجيب مهندس ماشي غيقسمها لك. كيقول لك راه غادي نعبر لك هنا 5 ديال الخدامه وغنمشيو عند العدول راه هو غيكتبها لك. هو راه كيبيع لك على الشياع. انت هذه الكلمه ديال الشياع ما كتسمعهاش وما كتفهمهاش. كتمشي معاه عند العدول، كيقول لك العدول شحال غتشري من عند هذا السيد، كتقول لي غادي نشري من عنده 5 الخدامه، غنشري من عنده حقه 5 الخدامه، وكيبيع لك الحق ديالو فعلا 5 الخدامه، وكيكتب لكم العدول العقد ديال البيع. وكتاخذ هذيك 5 ديال الخدامه وكتمشي كدير فيها الدويره ديالك وكتدور عليها السلك وكتستغلها. عندك العقد ديال البيع باش شاري 5 الخدامه وسط هذاك الملكيه ديال 2 الهكتارات، ولكن انت راك شاري على الشياع، يعني داخل انت في الملكيه، كتولي داخل معاهم في الملكيه. يعني كاينه الملكيه فيها فلان وفلان وفلان، وكتولي السميه ديالك معاهم. عندك هذاك الجزء ديال 5 الخدامه، هذا كيتسمى شراء على الشياع. الشراء على الشياع حتى هو راه قصه بوحدها، راه فيها بزاف ديال المشاكل. من ضمن المشاكل هو انك واخا غتبقى في هذيك القطعه اللي شريتي ديال 5 الخدامه، لان دابا الثمن كيغر الناس. كيقول لك ماشي مشكل، انا راه شاري مع السيد الجزء ديالو، ما فيها باس لا بقيت معاهم في الشهاده الملكيه. يقول لك ما عنديش مشكل، ولكن راه عندك مشكل كبير. راه واخا ضرب تما حتى 10 سنين، هما مازال بيناتهم هذوك الورثه اللي كاين في هذيك الشهاده الملكيه مازال ما داروش القسمه والمخارجه. واحد النهار غادي يتجمعوا بيناتهم، غادي يقولوا هاد البلاصه اللي شاد هاد السيد هذا اللي شرا من عند خونا، حنا غادي نديروا قسمه بيناتنا. هاد البلاصه يقدر يبغيها حتى شي واحد اخر، يقدر يطعن فيها في المحكمه، يبغي هو يخرج فيها، يبغي هو يخرج في هذاك الجزء انت اللي شريتي فيه، ويقدر يتنازع معاك في المحكمه، وبحكم انه هو وارث اصلي يقدر يديها لك، يقدر ياخذ لك هذيك القطعه اللي انت شريتيها ويعطيك هو بلاصه اخرى، يعطيك جهه اخرى. انت ما غاديش تضيع، ولكن راك شاري على الشياع، راه المكان ديالك ما محددش، ما عندوش شي وثيقه اللي هي محدده. تا غير شاد هذيك البلاصه وصافي، ولكن ماشي مؤكده، راه باقيين هما ما قاسمينش، مازال ما دايرينش القسمه والمخارجه. هذا هو اللي كيتسمى الشراء على الشياع. اللي عنده شي توضيح في هذه النقطه هذه ولا في هذا الموضوع هذا، مرحبا يخليها لينا في الدردشه ويوضح لنا هذه المسائل هذه. اذا الاخوان، قبل ما نستمروا في هذا النقاش اللي هو الحمد لله نقاش شيق وفيه واحد المعلومه من المعلومات، فيه مجموعه من المعلومات. انا راه ما كندير لا مونتاج لا والو، راه كنخلي كلشي طبيعي. راه كاين دابا سبحان الله اللي على القرص كيسينك غتغلط باش ينتقدك، ولكن الحمد لله حنا تايقين في روسنا وتايقين في المعلومات اللي كنقولوا، وواثقين من هذا الشيء الحمد لله اللي كنوصلوا للمتابعين ديالنا. نتمناو نكونوا ديما كما كنقولوا في المستوى المطلوب. اذا الاخوان غادي نحبسوا واحد الدقيقه فقط، بغيت غير نفكركم بان راه دابا حاليا كاين واحد العدد ديال الناس دابا اللي كيشاهدونا مازال ما داروش لايك، مازال ما ضغطوش على زر الاعجاب، ومازال ما مشتركينش في القناه. كاعتراف، ماشي اعتراف بالجميل، كنوع من الشكر ونوع من التشجيع باش نقدروا نستمروا. هادشي راه واخا كيبان بسيط، راه كيطلب مجهود، لان هاد القناه هذه راه هي شي حاجه اللي اضافيه. راه عندنا الوقت ديال العمل وديال الشغل ديالنا ولكن زدنا هاد القناه هذه باش نوصلوا فيها المعلومه، يعني واحد المحتوى اللي هو كيهمني حتى انا بطبيعه الحال، لان كندير به علاقات مع الناس وكنحصل عن طريقه على عملاء محتملين. هادشي راه قلت لكم شحال من مره، راه هذا هو انا الهدف ديالي من القناه. ولكن كذلك في واحد المعلومات اللي هي ربما كاين اللي اول مره كيستافد منها ولاول مره كيسمعها، فما فيها باس الا كان واحد النوع ديال التشجيع كما كنقول لكم، عن طريق انك تهبط تضغط على داك الزر ديال الاعجاب، تشترك في القناه، وتبارطاجي هذا الفيديو هذا، تبارطاجيه مع الناس اللي كتعرف، مع المعارف ديالك، وتخلي لنا شي تعليق ديالك ولا شي راي ديالك في هذا الموضوع، لان هذا الشيء كيساعد في الخوارزميات ان اليوتيوب كيقترح على ناس اخرين، وبالتالي كتقدر القناه انها تكبر وتنتشر وتوصل لناس اخرين اللي هما ربما الا كان غير واحد في هاد الناس غيطيح في شي خطا
ورد البال وسمع لشي فيديو وتجنب واحد الخطا، فنؤجر كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله سبحانه وتعالى. الاجر غيكون عندنا ان شاء الله كلنا، اللي وصل المعلومه واللي ساهم كذلك في انتشار المعلومه المفيده. هذا فقط كانت هذه فقط مجرد وقفه باش نذكركم ونطلبوا الله يثبتنا على الشهاده. مساله اخرى كذلك، اللي بغى يدعم المحتوى بواحد الشكل اللي هو فعال، راه كاين كذلك العضويه، راه كتلقى تحت واحد الزر ديال العضويه، ممكن انك تشترك في العضويه، وممكن انك كذلك تزيد تدعم هذا المحتوى هذا من خلال انك كما قلنا تخلي لنا الراي ديالك في الموضوع. اذا الاخوان نرجعوا للبيت القصيد. البيت القصيد هو ان الملكيه العدليه فيها مشاكل، وفيها مشاكل اللي هي كبيره وكبيره بزاف، من الافضل انني نتجنبها. وكاينه كذلك قوانين وكاينه توجهات اللي جايه منها القدام ان العقارات كلها غادي غتولي محفظه، فما عندها حتى شي معنى ان الانسان يبقى يشري شي حاجه اللي هي غير محفظه. حتى الا شريتيها راه غيخصك تدخلها للمحافظه في اقرب وقت. الشهاده ديال الملكيه اللي هي محفظه، راه كاينه الارض اللي هي في طور التحفيظ، هذيك راه مازال ما خرجش ليها التيتر ديالها، ممكن انها يخرج لها شي تعرض من الجنب في اي لحظه خلال هذيك الفتره ديال الطلب ديال التحفيظ، وممكن ما يخرج لها حتى شي حاجه وتدوز للمحافظه بسهوله. ولكن باش تجنب هذا الشيء كامل، خذ الارض اللي هي محفظه تيتر فونسي، والباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح. الارض اللي هي محفظه تيتر فونسي عندها بزاف ديال الاحتمالات، ممكن تكون هذيك الشهاده ديال الملكيه ديال تيتر فونسي شهاده اللي هي نقيه ما فيها حتى شي حاجه، ممكن يكون فيها شي تعرض، ممكن يكون فيها شي حجز، ممكن تكون فيها واحد المجموعه من الامور. واش الا شفت شي حجز ولا شي تعرض غنخاف؟ بطبيعه الحال غادي تخاف، وغيخصك تمشي عند الموثق، هو اللي غادي تسولو، وهو اللي غادي يوضح لك المسائل ديال ديك الشهاده ديال الملكيه. الا كان مثلا شي حجز كيكون غالبا كيكون مثلا على شي كريدي دايرو هذاك السيد، فكيخصو يمشي ويخلص هذوك الديون اللي هي عليه ولا ديك الكريديات اللي خدا على هذيك الارض باش كياخذ هذيك لامان لوفي وكيترفع هذاك الحجز على هذيك الارض وكيقدر انه يبيعها. ولكن الا كان شي تعرض فخاصك تشوف شنو هو النوع ديال التعرض اللي كاين، واش كاين شي تعرض في المحكمه، واش كاين شي مشاكل. بحال واحد السيد كان جاب لنا واحد الارض كان عنده فيها شي تعرض ديال مراتو دايره ليه التعرض على النفقه. انا ما فهمتش هذه القضيه هذه كيفاش، ولكن هذا الشيء راه اختصاص قانوني والناس ديال القانون هما اللي كيفهموا هذا الشيء. دارت ليه التعرض على ديك الارض على النفقه، ما عطاهاش ليها، فكان قال لك انا غير غادي نبيع، غنشد هذيك الفلوس اللي عندها هي غنعطيها ليها، راه غادي تحيد لي هذا التعرض هذا. ولكن انا ما دخلتش في هذاك الصداع كاع، قلت ليه لا ما غاديش نخدم عليها. غير هو راه كاين واحد المجموعه من الانواع ديال التعرض اللي ممكن ان الانسان يفكها، وكاين مجموعه من الانواع ديال التعرض اللي صعيبه وصعيبه بزاف. لهذا من الافضل انك تستشر من تلقى شي نوع ديال بحال بهذا الشكل هذا، تمشي تستشر مع المحامي ولا تستشر مع الموثق. واختلف الاطباء وفي اختلافهم دواء. راه حتى واحد المساله اخرى غنزيدها لكم في الراس، راه افضل حاجه ماشي هي تمشي عند موثق واحد ولا محامي واحد، افضل حاجه هي تمشي عند الاول وتسمع منه وتهبط وتمشي تطلع عند الثاني تسولو وتمشي عند الثالث تسولو، يعني تسمع واحد جوج ولا ثلاثه باش تشوف الاختلاف ديالهم، باش تشوف الراي ديالهم. راه حتى راه كاين اللي كيكتب ما عندوش مشكل، كاين اللي كيكتب، كاين اللي واخا كتكون الاحتماليه ديال شي مشكل كيكتب لك هذاك العقد ديال البيع، كيخصو يحمي هو غير راسو. وكاين اللي لا كيوضح لك الامور كامله، كنتكلموا على العدول وعلى الموثق. كاين اللي كيوضح لك الامور كامله وكيشرح لك الامور كامله باش انت كتجنب المشاكل. كاين اللي كيركز فقط على انه يحمي غير راسو هو، يكون غير هذاك الشيء مسلكو هو، راه غادي يكتب لك ما عندوش مشكل. نتمنى الفكره تكون وضحت. نرجعوا للموضوع اللي هضرنا عليه ديال الماء، لان كنا بدينا بهذه الفكره ديال الماء، غادي نحاولوا نشرحوها حتى دابا في هذا الجزء اللي بقى لنا من هذا اللقاء هذا. المساله ديال الماء، اولا راه كاين سنوات ديال الجفاف، كاين شح في المياه، هذه حقيقه ما يمكنش ان الانسان يخبيها. كاين نقص في المياه. المنطقه ديال تيفلت، النواحي ديال تيفلت والمنطقه ديال سيدي علال البحراوي والنواحي ديالها، كاين البلايص اللي مزيانين وكاين البلايص اللي فيهم خصاص، وكاين البلايص اللي فيهم فعلا مشكل حقيقي ديال المياه. حنا ما غاديش نذكروا المناطق هنا بالضبط باش ما نعيبوا على حتى بلاصه، ولكن غنتكلموا بواحد الشكل اللي هو عام. ملي كتمشي لواحد البلاصه كتبغي تشري فيها، فكيخصك اول حاجه ديرها وانت غادي لهاد القطعه ديال الارض، كيخصك تطلق عينيك وتشوف شنو كاين في هذيك الارض. دابا كاين سنوات ديال الجفاف، الا كنتي غادي لواحد الارض وكتشوف وكتلقى بان الناس دايرين الجرادي، والجرادي اللي هي منتجه، يعني دايرين الفلاحه اللي هي منتجه اللي كتستدعي السقي، دايرين مثلا الخضار ولا دايرين الشجر ولا دايرين شي حاجه، وعندهم البيار خدامين وعندهم الماطر خدامين وعندهم السقا خدام،
تحبس وغادي توقف وغتشوف وغتسول الناس وغطل الجيران ديال هذيك القطعه الارض اللي غادي تشري. هذا كيدل كيعطيك واحد التصور اولي بان المنطقه فيها الزراعات السقويه وبان المنطقه راه غادي يكون فيها الماء موجود. هذه اول خطوه خاصك ديرها. ملي كتمشي لواحد البلاصه، ملي كتمشي لواحد القطعه ديال الارض وكتلقى وانت غادي داخل لهاد القطعه ديال الارض وغادي ليها، كتلقى بان كاينين السقايات، كتلقى بان الجماعه دايره السقايات للناس باش يشربوا وباش يسقيو. هذا دليل ان الناس عندهم البيار نشفات، فولات الجماعه باش تفك لهم المشكل جات ودارت لهم السقايه باش يسقيو الماء. راه هاد المعلومات اللي كنقول لكم راه بالنسبه راه خطيره. علاش خطيره؟ لان راه كتعرضني لواحد المجموعه من الانتقادات. راه كاين دابا اللي راه عيطوا لي بزاف ديال الناس، عيطوا لي قالوا ما تبقاش تفصل، واش انت ما باغيش تخدم؟ ما تبقاش تفصل، ما تبقاش تهضر على المناطق، ما تبقاش تقول هادي، ما تبقاش تقول الحيل ديال السماسره، ما تبقاش تقول. ولكن حنا اللي عرفناه كنقولوه صافي، والله سبحانه وتعالى فوق الجميع. هاد السقايات راه قليل اللي غايقول لك هاد الهضره. الا كنتي مشيتي لشي بلاصه تشريها وغادي في الطريق وكتلقى السقايات ديال الجماعه، خاصك تشك. ماشي كنقول لك راه الماء ما كاينش، ولكن خصك تشك في هاد القضيه ديال الماء وتعرف شنو كاين تمايا. ممكن يكون الماء ولكن يكون مالح، يكون شلوقي، يعني فيه واحد النسبه ديال الملوحه. ولكن خصك تاكد وتعرف المنطقه كيفاش دايره. مساله اخرى، ملي كتمشي مثلا لشي منطقه باش تشري وكتلقى بان كاينه غير الزراعات البوريه، يعني الناس كيعتمدوا في الغالب غير على الزرع، كيزرعوا كيسينوا الشتا طيح وما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا شجر لا جرادي لا والو، يعني القضيه ناشفه. واش هاد الناس كاملين ديال هاد المنطقه هادي كلهم ما عندهمش الامكانيات باش يديروا باش يزرعوا باش يديروا الجرادي؟ احتمال لان كاين المناطق اللي هي مناطق فقيره على قد الحال، ولكن احتمال كبير ان يكون عندهم خصاص في الماء. غادي تسول. كذلك العمق ديال الماء، واخا العمق ديال الماء راه ماشي مؤشر على ان المنطقه فيها خصاص في الماء. اذا كان العمق ديال الماء 150 متر ولا اكثر، راه ماشي بالضروره الماء قليل، راه ممكن انك كاين الغرق بحال دابا جهه سيدي علال البحراوي، كاين شي بلايص فيهم 150 متر ولا اكثر، ولكن ملي كتوصل الفرشه المائيه فكتوصل لواحد الفرشه مائيه اللي هي كافيه، اللي غادي تكفيك وتشيط. ولكن كاين في المقابل كاين البلايص اللي فيهم الماء غير على 40 متر ولا 60 متر، معروفين ما عارفينش الناس كاع هذيك 100 متر وكاع ما كيسمعوها، كيحفروا غير باليد، يعني كيحفروا غير البيار ديال اليد وكيلقاو الماء غير على 40 متر ولا اقل، والماء الكافي عندهم، الماء الكافي. هاد النقطه هذه ديال الماء الكافي كيفاش كنعرفوها؟ ماشي كنلوحوا السطل ولا الدلو وكنشوفوا الماء واش كاين، واش عمر لينا هذاك السطل ولا ما عمرش. هي الطريقه الصحيحه هي ان هذاك البير كيخصو يتخوى. وهذا الشيء راه ما بغيناش ندخلوا فيه بزاف، لان راه حتى واحد شي واحد دابا غيسمع الهضره ما يبقاش باغي يشري كاع. هذاك البير راه خصو يخوى. البير كيخصك تخويه وتشوف شنو هي المده باش غيعمر. هذا الاجراء هذا ماشي ديرو في اي بلاصه، الا مشيتي شريتي في واحد البلاصه اللي فيها الماء موجود راه الماء موجود، راه الماء كاين، ولكن دير هذا الاجراء في واحد البلاصه اللي شكيتي فيها. كما قلنا اللي بانوا لك مثلا فيها السقايات، بانوا لك الناس ما دايرينش الجرادي بزاف، بان لك فيها واحد الغرق اللي ماشي هو هذاك، ماشي طبيعي، فغتجيب واحد السيد اللي كيحفر البيار غيقلب ليك وغيخوي لك هذاك البير، غيخويه وغادي تشوف المده على شحال كيعمر هذاك البير. واش كيعمر على واحد العدد ديال السوايع اللي قليل، ولا كيخصو واحد 12 ساعه ولا مده طويله عاد كيعاود يعمر. الا خصو واحد المده طويله يعني انه ما كاينش لتحت العيون ديال الماء، ما كاينش شي واد، ما كاينش واحد الفرشه مائيه اللي دغيا كتعمر دغيا كترجع. اما هذاك البير في هذه الحاله هذه السيد اللي كيحفر البير هو اللي غادي ينصحك، اما غيخصك تزيد هذاك البير تغرقو ولا تزيد دير فيه الغيران، اما غادي خصك تحفر في جهه اخرى في بلاصه اخرى، وغيخصك كذلك تطلع على الجيران تشوف الوضع ديال الماء ديالهم كيفاش داير، تسولهم تشوف الماء كيفاش داير عندهم حتى هما، واش هما البير دغيا كيعمر لهم، واش عندهم البير كيتعطل الا خواوه، الا كانوا دايرين شي جرده ولا شي حاجه ولا شي فاسان على شحال كيعمر المده باش كيعمر هذاك الفاسان باش كيسقيو به. كيخصك تسول على راسك. هذه هي الخلاصه. الماء الجوده ديال الماء على حساب هذاك الماء شنو بغيتي دير انت. الا بغيتي دير مثلا هو الماء كيخصك في الحقيقه، الماء راه باين، راه كاين الماء اللي بحال العين، كاين الماء اللي كتشربو ما تشبعش منه، وكاين الماء اللي كتشك فيه كيخصك دير ليه التحليله على حساب الزراعه اللي بغيتي دير. كيخصك تشوف هذيك النسبه ديال الملوحه اللي كاينه في هذيك الماء والصالحه لهذاك النوع ديال المشاريع اللي بغيتي دير ولا لا، واش خدامه ولا ما خداماش، واش خدامه لك الداريه، واش خدامه لك مثلا لافوكا، واش خدامه لك التفاح، واش خدامه لك الخضار. بزاف ديال الحوايج الا كانت نسبه الملوحه اللي هي زايده ربما ما تخدمش لك واحد النوع ديال الزراعات. هذا الشيء انا ماشي تقني باش غادي نفصلوا ليه اكثر، ولكن هذه فقط مجرد معلومات عامه كنكتسبوها من عند الناس وكنشوفوها
غادي تسول لك انت باغي. بالنسبه للانسان كنتكلموا مع الانسان المستثمر اللي باغي يدير شي مشروع فلاحي ولا زراعي، خصو يدي هذاك الماء يدير ليه حتى هو التحليله ويشوف الجوده ديال الماء والنسبه ديال الملوحه اللي كاينه في هذاك الماء، باش كيقدر انه يبدا المشروع ديالو. حتى التربه حتى هي خصك دير ليها التحاليل ديالها باش تشوف واش صالحه ليك لهذيك النوعيه ديال الزراعات اللي بغيتي دير ولا لا. اذا نتمنى ان الامور تكون واضحه. بالنسبه للماء راه خصني نشوف كما قلنا المنطقه، تبان لي مثلا بان راه كاين السقا، بان راه الجرادي كاينين. من الافضل دابا في الوقت الحالي لان كاين مشكل ديال التراخيص، وهادشي راه هضرنا عليه شحال من مره. من الافضل انك ما نزيدو نكحلوها، ماشي مشكل، نزيدو نخلعوا عباد الله شويه. راه كاين مشكل ديال التراخيص ديال الابار، راه ممكن انك تشري ارض فلاحيه وما تاخذش الرخصه باش تحفر البير، لان راه كاين سنوات الجفاف، والرخصه كتحكم فيها الوكاله ديال الحوض المائي. فكل وكاله ديال الحوض المائي عارفه المناطق اللي عندها اللي تحت النفوذ ديالها، وعارفه الوضع المائي كيفاش داير في المنطقه، على حساب فين عندك البير ممكن يساعدوك يعطوك الرخصه، ممكن ما يعطوكش الرخصه. ولا عندك ارض صغيره راه ما غيعطوكش الرخصه، راه في الغالب ما غتاخذش الرخصه. الا عندك واحد القطعه ديال الارض اللي هي اقل من هكتار، الا عندك هكتار فما فوق راه غادي تاخذ الرخصه، واحتمال ما تاخذهاش هي. ولكن شنو الحلول اللي كيديروا الناس؟ هذيك الحلول ديال الظلام، هادشي اللي بغينا نشيروا ليه، الحلول ديال الظلام ديال ماشي مشكل، راه حنا غنحفروا لك. ملي كيجي عندك السيد اللي كيحفر البير كيقول لك ماشي مشكل، راه حنا غنتكلفوا بهذه العمليه، راه غنبداو مع الوحده د الليل ولا الجوج، مع الفجر غتلقانا سالينا. هذيك راه فيها واحد المستجدات اللي هي خطيره بزاف، فيها متابعه قضائيه، وتقدر انك انت اللي تطيح في مشاكل كصاحب الارض. شحال هادي كيجيو كيحجزوا غير الماتيريال لهذاك السيد اللي كيحفر. ولكن دابا الامور تبدلات، راه كيخصك الرخصه ديال حفر البير كيخصك تعلقها، كيخصها تكون باينه باش جات السلطه كتلقى بان راه عندك واحد الترخيص اللي هو قانوني وكتحفر البير ديالك بواحد الشكل اللي هو قانوني. اضافه لان هذيك الرخصه كيجي فيها حتى العمق ديال البير، شحال غادي تغرق في هذا البير هذا، كتتبع هذيك الرخصه اللي جاتك. هذا من ناحيه. اذا شنو هو الحل؟ هذا هو السؤال اللي غادي تطرح. الحل هو ان غادي تزيد واحد شويه، بطبيعه الحال الارض فيها البير راه هي زايده شويه في الثمن، غتقلب وغتريز وغتزيد واحد شويه وغتقلب على واحد الارض اللي فيها البير موجود. دابا سبحان الله راه كاين اللي عنده واحد ما لقيتش لها شي تفسير. انايا التفسير الوحيد اللي غادي نقول هو ان كاين اللي عنده واحد الصعوبه في الفهم، كاين اللي سبحان الله راسو ثقيل. لان دابا انا هاد الهضره اللي قلت دابا كنظن انا في نظري في الاعتقاد ديالي انها هضره واضحه. انا متاكد دابا هذا الفيديو هذا من بعد ما غيتنشر، من بعد ما غنساليو هذا اللقاء هذا وغيبقى في القناه، غتجي واحد المجموعه من التعليقات اللي سبحان الله بحال الانسان ما كيفهمش. كاين اللي غادي يقول لك دابا في التعليقات بغيتو تبيعوا الارض اللي فيها البير، بغيتو تبيعوا الارض فيها البير. هذاك الشيء علاش كتقولوا هذه الهضره؟ دابا انا كون بغيت نبيع، كل الهدف ديالي غنبيع، راه ما غنقولش لك انا كاع اصلا هذا المشكل. اش داني كاع نقول لك هذا المشكل؟ اش داني نقول لك راه التراخيص حابسه؟ ولا اش داني نقول لك شري الارض اللي ما فيهاش البير راه صعيبه باش تاخذ الرخصه عليها؟ واش داني نقول لك هذه الهضره كاع؟ اذا لا كان الهدف ديالي انني نبيع، راه الاولى انني نزوق ونوريك غير الحاجه اللي زوينه. انا كنوريك ما هو ايجابي وما هو سلبي، والاختيار كيبقى ديالك. الارض الفلاحيه من طبيعه الحال راه هو استثمار مخير. العقار الفلاحي والمشاريع الفلاحيه راه هي المستقبل. هذه هضره كنقولها وانا متاكد منها وكنأكد عليها. مقارنه مع ايش؟ مقارنه مع العقار ديال المدينه اللي ولا صعيب وصعيب بزاف على الدرويش. والاتجاه من هنا لقدام راه غادي يمشي نحو المجال القروي، ومن هنا لقدام السنوات القادمه راه ما بقيتيش غتلقى هذه الاثمنه اللي كتسمع دابا. حتى هذه كون على يقين منها. راه هذيك اللي كيقول لك راه الاثمنه غادي تطيح راه غا كيحلم، خصوصا في الاراضي الفلاحيه. الاراضي الفلاحيه غاديه وكتطلع وغاديه وكتزيد، بما ان العقار ديال المدينه طالع، والسيد اللي غادي يبيع ليك ارض في الباديه عنده واحد المخطط في الذهن ديالو انه غيمشي غيشري واحد الدار في المدينه، ففين ما سمع هو بان السومه ديال الديور زادت في المدينه، فهو كذلك يغلي هذيك القطعه ديال الارض اللي بغى يبيع. شحال من واحد قال لي في التعليقات الفيديو الاخير اللي هضرت على الغلا، قال لي كتغليو السوق، قال لي نتوما السبب في غلاء الاسواق. فهذا صاحب بحال التعاليق هذه كندخلهم انا مع الناس اللي ما كيفهموش، اللي ما كيعطيوش الرسوم الخاطر باش يفهموا. استوعب قبل ما تجادلني، واخا انا الجدال كما قلت لكم في الاول ما عنديش معاه، قبل ما تناقشني استوعب الكلام ديالي مزيان، عاد ديك الساعه عطيني التعليق ديالك. انا الهدف ديالي هو نوصل لك الواقع، نوصل لك المعلومه اللي انا شفتها واللي عرفتها. الراي ديالي صحيح يحتمل الخطا، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. هذه الطريقه باش كنتناقشوا. ممكن الا قنعتيني نتراجع في الراي ديالي ونبدل القناعات ديالي. الانسان خاصو يكون مرن،
شنا كنقصدوا دابا غادي نمشيو غندلعوا غنخرجوا من الموضوع، ولكن ماشي مشكل. الانسان خصو يكون مرن، يعني تكون عنده القابليه انه يتقبل اي حاجه، ما يكونش متعصب للراي ديالو. الانسان اللي ما كيوصلش كتلقاه ديما كيتعصب للراي ديالو، يعني القرار ديالو والقناعات ديالو، ماشي المبادئ. ماشي المبادئ بوحدها، القناعات ديالو، هذيك المعلومات اللي عنده كيعتقد بانها ما كتحركش، بانها شي حاجه اللي راسخه. واخا حتى المبادئ الا كانت مبادئ اللي هي خاطئه راه خصها تبدل، خص المبادئ تكون واحد المبادئ اللي مبنيه على فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، المبادئ اللي هي شرعيه من طبيعه الحال. الا عندك واحد المبادئ مآمن بها ولكن هذيك المبادئ خاطئه، راه من طبيعه الحال خاص تكون عندك قابليه انك تغيرها، يعني خاصك تكون مرن. المرونه في تقبل الاخر وفي تقبل الاراء، لان حنا كنتاقدوا. علاش كنتاقدوا ماشي لاجل اننا نتبادلوا المعلومات، كنتاقدوا فقط لاننا عندنا واحد الفكر اللي حنا مقتنعين به. صافي، حنا مقتنعين بان العقار، يعني الارض الفلاحيه ما بغاها حتى شي واحد، راه رخيصه الارض الفلاحيه، راه رخيصه ما بغاها حتى شي واحد. هادشي اللي مقتنع به انت راه كان شحال هادي. انا كنصلح لك التفكير ديالك، كنقول لك هادشي اللي مقتنع به انت راه كان شحال هادي. كان قبل كورونا، قبل 2020 كانت الارض الفلاحيه موجوده وما كان بغاها حتى شي واحد. هذا الكلام راه صحيح. راه كانت الارض الفلاحيه 40 مليون، الا غليتي غتشي الارض الفلاحيه ب 40 مليون الهكتار. والناس هذيك الساعه اللي سهل عليهم الله وكتاب لهم راه شراو اراضي كثيره وشراو بواحد الاثمنه اللي هي رخيصه. دابا تبدلات الوضع، دابا ولا التوجه نحو العقار القروي، ولاو الناس كيخرجوا من المدينه وكيجيو للباديه، ولاو كذلك الناس ديال الجاليه المغربيه. راه سبحان الله اللي راه كيسمع الجاليه المغربيه كيقول لك هما اللي غلاو السوق، كلشي هو عنده كلشي كيسقيه هو التهمه. هضر الوسيط العقاري كيقول له انت اللي غليتي، قلتي الجاليه المغربيه كيقول لك هما اللي غلاو السوق. يعني ديما هو كيبقى غير كيهضر وصافي. راه هذا الغلاء راه عنده علاقه بالطلب والعرض، عنده علاقه بقانون العرض والطلب، ما عندوش علاقه بالاشخاص ولا بالجاليه ولا بالسماسره والله يهديكم الانسان ينظم شويه الفكر ديالو ويعرف شنو كيقول. اعتذر من الجميع وسمحوا لنا نرجعوا للموضوع ديالنا. راه ما كتمشي ليا الافكار، وكما قلت لكم هذا الشيء راه ما فيه لا مونتاج لا والو، راه الفيديو كما كنسجلو كما كنحطو باش كيكون بواحد الشكل اللي هو تلقائي. قلنا بان العقار راه فعلا كان رخيص، يعني هذيك القناعات اللي كانت عندك انت ديال العقار الفلاحي راه رخيص، دابا راه تبدلات، راه ما بقاش هذاك الشيء. ما غاديش نقولوا دابا بانه راه طالع واحد الطلعه اللي هي صاروخيه بحال العقار ديال المدينه، ولكن راه غلا واحد شويه، زاد واحد شويه مقارنه مع شحال هذه. منين كتولي مثلا هكتار كتقلب عليه ب 60 مليون وما كتلقاش، فاحنا دابا راه غاديين كندخلوا في ان العقار الفلاحي ولا غادي وكيطلع. منين كتقلب على الضيعه، على الفيرما، كتقلب عليها في واحد المتوسط ديال 120، قل شويه ولا اكثر شويه ما كتلقاهاش. اذا هنا دخلنا في ان العقار الفلاحي ولا عليه الطلب، ماشي غالي ولكن راه ولا عليه الطلب. شحال من واحد دابا كيقول لي في التعليقات فيرما ب 160 راه بزاف، فيرما ب 200 راه بزاف. علاش بزاف؟ راه فيرما هذه كتشري، راه كنهضرك على فيرما، راه بانيها السيد داير فيها واحد الفيلا على حقها وطريقها، داير فيها واحد الدار على حقها وطريقها، داير فيها واحد الكوري ولا واحد المكازه، داير فيها واحد البير، داير فيها التجهيزات، داير فيها الشجر، داير فيها لابيسين، مدور فيها الكرياج، خاصر عليها واحد المتنفس اللي هو طبيعي، واحد الموقع اللي هو مزيان. علاش دابا الا بغيتي تبني غادار في المدينه شحال خصك باش غادي تقول بان هذيك غاليه؟ هذيك راه 10000 متر كاري، 10000 متر كاري، كنتكلموا على هكتار وفيها واحد البنايه اللي هي مقيومه بفلوس صحيحه، وكتلقاه كيبيع لك هذيك الفيرما بواحد 160 ولا 200. بشحال بغيتي يبيعها لك؟ الا مشيتي للمدينه وخديتي واحد البقعه اللي هي صغيره ديال 64 متر وبغيتي تبنيها، شوف شحال غادي تقام عليك. الانسان خصو يقارن بواحد المنطق. في الباديه مازال كنتكلموا على 10000 متر، يعني على هكتار، وكنتكلموا عليه على في هذا المتوسط هذا اللي مازال لحد الان كيبان منطقي، واخا هو راه طلع مقارنه مع شحال هذه، راه طلع مقارنه غير مع شحال هذه. واش كاع البلايص في المغرب غلا؟ والله اعلم، الله اعلم. شحال من واحد قال لي وحنا عندنا البلاد في السطات باطل غالي بغا يجي يديها، ما كنظنش انا البلاد فيها في السطات فيها الرخاء، ما كنظنش شيء. الا كانت شي بلاصه اللي هي ناشفه وداخله وفيها الحجر، ولا شي بلايص ربما اللي معيبه، راه تقدر تلقاها رخيصه. كذلك حنا عندنا هنايا في هذه المنطقه هذه ديالنا اللي كنشتغلوا فيها، اللي هي منطقه كبيره وواسعه، راه فيها البلايص اللي مازالين رخاص، ولكن ما كنصحوش بهم حنايا. ما غاديش نمشي نعطيك انا مثلا جهه الكريانات ديال الرخام، فين كاين الحجر تما، وفين كاين الارض قاصحه، وفين كاين بزاف ديال الحوايج. ولكن غادي نحاول نقلب ليك على البلاصه اللي مناسبه، واللي مطلوبه من الناس ديال المدينه ومن البراني. راه كتغلى، راه كتمشي دابا سيدي عبد الرزاق ولا كتمشي للمقام وكتلقاو ولاو تمايا بحال الفارم صغار، فيرما حدا فيرما كلهم براني، كلهم شارين فيهم غير الناس ديال المدينه، غير البرانيين.
وغتجي انت وسطهم وغادي تبغي تشري واحد الهكتار ب 40 مليون، يستحيل تلقاه، لان الناس اللي باقيين تما اصلا ولاد البلاد راه هما قلال الناس تما اللي مازال ما باعوش، وبالتالي الا بغاو يبيعوا راه هما كيطلبوا واحد الثمن اللي هو ماشي طالع، وانما كيطلبوا واحد الثمن ديال السوق اللي حكمات. الطلب هو اللي حكم، هو اللي خلى ان العقار القروي يطلع واحد شويه. واش مازال فرص؟ راه مازال فرص، هادشي راه ديما كنقولوه، غير هي ماشي هذيك الفرص اللي كيتخايل الانسان ديال غيعيط ليا دابا يقول لي قلب ليا على شي فيرما مجهزه فيها الدار فيها كلشي، جهه سيدي علال البحراوي ما تبعدش من الرباط ب 20 كيلومتر ولا 25 كيلومتر، قلب ليا عافاك شحال جهدك الشريف، ما بغيتش نفوت 100، لا بلا ما تصدعني راه ما غاديش نلقاها لك، وسمح لي ما غاديش نلقاها لك. انا بالنسبه ليا هذاك الشيء راه خيال، فيرما مجهزه فيها الدار فيها كلشي وقريبه جهه الكاموني وقريبه الرباط ولقاها لك ب 100 مليون، يستحيل. انا بعدا ما لقيتهاش، كون لقيتها راه ماشي غير واحد اللي عندي، راه هما عشرات ديال الناس اللي كيساينوا باغيين فيرما بهذيك 100 ولا ب 120 تكون مجهزه على حقها وطريقها. مجهزه على حقها وطريقها يعني باغي فيرما صحيحه، ما باغيش واحد الارض اللي فيها دار على قد الحال وتزيد انت تصلحها، وباغي البير وباغي الاساسيات، يعني باغي تهنى بهذيك التراخيص ديال البني وهذا وتاخذ واحد الفيرما اللي هي متواضعه وتكمل انت من عندك. انت بغيتيها على حقها وطريقها، انت ما كرهتيش يكون فيها فيلا، ما كرهتيش يكون فيها لابيسين، ما كرهتيش يكون فيها بزاف ديال الامور، تكون قريبه على الطريق وبغيتيها بهذا السعر هذا، يستحيل. اذا انا دابا ملي كنقول لك الواقع فما كنبغي حتى شي واحد يتقلق، لان انا كنعطيك واحد التصور على الواقع كيفاش داير. الا كذبتيني يكفي انك تقلب وتسول وسطاء اخرين، ولا ما تسول حتى شي واحد، غادي تجيب السياره ديالك، لان اصلا باش تشري كيخصك تكون عندك واحد القدره وواحد القابليه انك تكون كما قلنا قبيله هضرنا على المرونه، تكون مرن، يعني يكون عندك استعداد انك تخرج وتسافر ودير المازوط وتتحرك شويه، يعني خرج وتسارى، ما ديها لا في سمسار لا حتى شي واحد، خرج وتسارى لراسك. جيت لهنا سيدي علال البحراوي ودخل في هذوك الطرقان اللي كاينين جهه الزايري على اليمين ولا على اليسار، دخل تمايا وسول اللي لقيتيه تما واقف، قول له اخويا شحال واصله البلاد هنايا، غادي يهضروا معاك الناس وغايقولوا لك شحال واصله. كذلك غتزيد لنا المنطقه ديال تيفلت، غتمشي جهه عيت بالقاسم ولا غتمشي جهه تيتواحي ولا غتمشي جهه الخزازنه ولا غتسارى وغتسول، وغادي تكون واحد التصور على المنطقه، وغادي تعرف المتوسط ديال السعر شحال. في هذه الحاله هذه غادي تختار واش تتعامل مع الوسيط العقاري ولا لا، باش ملي غادي يقول لك هو السعر غتكون عندك انت معلومات قبل، ماشي جاي من دار غفلون ما عارف حتى شي حاجه، غتكون انت عارف، لان اللي كيتكلم عن علم ماشي هو اللي ما عارف حتى شي حاجه. هذيك الساعه غتقول راني عارف، غتقول لي راني عارف الشريف، اسمح لي هادشي كتقول لي ما كاينش تمايا، اسمح لي عيت بالقاسم ما وصلاش فيها البلاد 80 مليون، فعلا عيت بالقاسم ما خصش البلاد توصل فيها 80 مليون، حيت بالقاسم راه كانت فيها البلاد ب 25 30، دابا راه ولات ب 40 ولات ب 45 ولات ب 50 على حساب كيما جات فين جات هاد الارض. الا كانت على الطريق راه شكون اللي غيبيعها لك ب 40 ولا ب 50 على الطريق وقريبه للمدينه وفي شي بلاصه اللي مزيانه؟ فلهذا خاص الانسان يكون عنده استعداد كما قلنا، انه الا بغى واحد الحاجه راه فلوسك هذوك غادي تحطهم، فخاصك تتحرك قبل ما تتعامل مع شي وسيط ولا تتعامل مع شي واحد، خاصك تتحرك وتكون عارف وتكون واخد فكره على المناطق اللي باغي انك تستثمر فيها ولا تشري فيها. هادشي اللي كاين. اذا الاخوان نتمنى ما نكونش طولت عليكم، راه حنا غاديين دابا تقريبا الساعه ديال المكانه. اذا كما قلت لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه، ما تنساوش الدعم ديالنا باي طريقه من الطرق اللي كتبان لكم انها كنستحقوها. تحياتي للجميع وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى لقاء اخر. ما تنساوش كما قلنا راه كل ليله مع التسعود ان شاء الله، اما غيكون اللقاء بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا، الفيديو غيكون مسجل والدردشه غادي تكون مباشره، اما غادي يكون لايف مباشر ان شاء الله. اللي بان لكم نتوما خليوها لنا في التعاليق، راه بحال انا بان لي ما كاينش فرق، وبالعكس ربما هذه الطريقه هذه كنظم فيها انا الافكار بواحد الشكل اللي هو افضل. شحال واحد دابا غيشوف النهار وغادي يشوفني كنصور في الطوموبيل وهذا غيقول لي درتي معنا التسعود، انا راه سجلت الفيديو راه مسجل، ولكن البث كيبدا مع التسعود ديالي بالنسبه للعرض الاول. يعني الناس اللي كنا موعدينهم باللقاء مع التسعود راهم غيلقاو هذا الفيديو هذا، وغيلقاو الدردشه غتكون مباشره، ومن بعد راه غيبقى الفيديو في القناه، اللي ما شافو شيء مباشره غيلقاه في القناه، وغادي يعطينا كذلك الراي ديالو في الموضوع ويناقشنا، وهذا هو الهدف، وان تكون الامور فيها الوضوح والشفافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي الطيبه لكم.